السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة احلى مسقعة بالبيض. تحفة، هتعجبكم جدا ان شاء الله، طعمها خطير باذن الله. معايا بتنجان من اللي هو الكبير دوت، انا قطعته كده مكعبات صغيرة، ورشيت عليه رشة من الملح وحطيته في مصفى عشان ينزل ميته. المية دي فايدتها إيه؟ انها تنزل، انها ما بتخليهوش يمتص اي زيت خالص، بتبقى اكله خفيفه كده وجميله جدا. معايا 3 بيضات، ومعايا 4 طماطمات مقطعهم زي السلطه كده، ومعلقه توم صغيره، حوالي 3 فصوص توم، وحوالي 3 فلفلات مقطعهم برضو قطع صغيره كده. حطيت طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين 3 زيت، وهحط البتنجان اشوحه كده مع الزيت. البتنجان بقى لو احنا مش مصفيينه في المصفى يا جماعه، هتبصوا تلاقي اي ماده دهنيه تحطيها، حتى لو انت عايزه تعمليه باقل ماده دهنيه، يعني مش عايزه تحطي زيت كتير او ما يشربش زيت كتير، يعني ما فيش فايده، لازم هيشرب الزيت. لكن لو حطاه غسلتيه ورشيتي عليه رشه من الملح وحطيتيه في المصفى، عمره ما هيشرب الزيت خالص. هتشوحيه لاخر دقيقه مش هيشرب اي حاجه. حلو جدا. حطينا الفلفل معاه المقطع، وكده تشوح شويه، يعني دخل في تسويه. حطيت بقى نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه كده من الكزبره الناشفه، ونقلبه تشويحه كده لحد ما يستوي. حطينا بقى الملح، خلاص كده هو تقريبا استوى. هجيبه على جنب كده واحط معلقه الثوم الصغيره، حوالي 3 فصوص كده من الثوم. شوحتها كده تشويحه بسيطه، وحطيت عليها الطماطم، وهقلب كله على بعضه. الطريقه دي هتعجبكم جدا، لو عملتوها هتعجبكم جدا جدا. بس اللي بيحب الطماطم كتير، يعني يزود طماطم عن ال4 طماطمات دول، او يزود معلقه صلصه كبيره، للي عاوز طماطم او يبقى حمرا يعني عن كده. زودت نص مج من الميه عشان كله كده يتشرب من الملح ومن التوابل، وحطيت نص مكعب من الماجي. هنا هحط البيض في بوله واضربه كويس. احط عليه كده رشه من الملح صغيره، ورشه من الفلفل الاسود، وهقلبه كده مع بعض. وخلاص كده البتنجان استوى تماما. وهو بيغلي كده بقى هنزل على وشه البيض عشان كله كده يتشرب البيض. جربوها يا جماعة، هتعجبكم جدا بإذن الله. ودي كانت وصفتنا النهاردة للبتنجان او المسقعة بالبيض. طعمها يا جماعة هيعجبكم والله، جربوها، حلوة جدا. خلاص انا بسيبها كده حوالي 5 دقايق كده وهي متغطية. البيض بيستوي وكله بيستوي، مع طبق سلطة بقى وطبق بطاطس محمرة وعيش بلدي، بيبقى طعمه خطير. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وكان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.